رئيس الوزراء بعثي ابن بعثي، لأن احنا ما نقبل يقودنا رئيس بعثي، وهذا اتهام خطير لرئيس الوزراء إن صح. مو أني، مو تروح تشتكي عليه أبو مصطفى، خلينا نتفق من هسه، مو أني، غالب الشابندر، تريد تشتكي روح اشتكي على غالب الشابندر وفقا للمادة 433 من قانون العقوبات. أستاذ غالب سمحهم شنو يقول لك عن دولة رئيس الوزراء. وجبتي بالنسبة جبتي إلى محمد الشاعر السوداني. محمد الشاعر السوداني مو داعية، لا هو داعية ولا والده داعية، بالعكس محمد الشاعر السوداني بعثي وأبوه بعثي. تتبين شلون؟ ولا يتقي ولا إلى أي علاقة بالدعوة، لا من قريب ولا بالبعيد. مو هاي التهمة بحد ذاتها لازم يشتث من الانتخابات. كارثة إذا ثبت أنه بعثي وابن بعثي. بعثي بالاسم بالمعنى وأبوه بعثي بالمبنى. وأكبر دليل على ذلك أنه بالأيام الأخيرة إياد علاوي خرج في تصريح خطير وقال اتفقنا مع الأخ محمد الشاعر السوداني على رفع شعار اجتثاث البعث بعد حصوله على الولاية الثانية. يا أبوي، وأنا كسياسي لما يقول إياد علاوي اتفقنا على رفع اجتثاث البعث، يعني اتفقنا على عودة البعث. هذا تصريح خطير إن صح، إنه غالب الشابندر يقول رئيس الوزراء يسعى لإعادة البعثيين في حال تسلم ولاية ثانية بالاتفاق مع إياد علاوي. لهذا دولة رئيس الوزراء أنت مطالب بالتوضيح عن هذا الموضوع. هل فعلا حضرتك بعثي ابن بعثي وتريد ترجع البعثيين؟ لو لا، أنا على المستوى الشخصي رجال أحترمك كثيرا، وأنت رجل قائد إعمار ومحارب الفاسدين وسراق المال العام. ذكرني بعد شنو؟ شو؟ لا يضوج من عدها، لا والله يضوج من عدها. ها؟ لا فهذا اتهام خطير اللي أتمنى من حضرتك أنه توضحون وتبينون هذا استهداف أم حقيقة.